السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحة واحسن حال. قبل ما ابدأ معاكم الفيديو متنسوش الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات روتين كده مشجع كده، هنعمل شوية حاجات مع بعضينا. بس اتمنى منكم قبل ما نبدأ مع بعضينا الفيديو حطوا لي كده لايك وكومنت حلو منكم تشجعوني بيه، وطبعا اشتراك في القناة لو اول مرة تشوفيني. يلا بينا بقى ندخل على الفيديو بتاعنا. بدأت كده يومي بتحضير الفطار، هنحضر مع بعضنا الفطار. هنا كنت بوريكم الفطار اللي انا هعمله. هنا سلقت بطاطس، وكمان سلقت بيض، وهنعمل بطاطس بالبيض، يعني بطاطس مسلوقة كده مهروسة بالبيض. وكمان جليت كده مع الأكلة بتاعتنا جليت بدنجان. أكلة سريعة وهي بسيطة وسريعة وفي نفس الوقت بتكون أكلة حلوة يعني. طبعا احنا البطاطس أكتر حاجة بنحبها في حياتنا كلها أكل البطاطس. بطاطس بقى مسلوقة، صينية، مقلية، يعني هي أي حاجة فيها بطاطس بتكون حلوة واحنا بنحبها يعني. هنا كده طبعا البتنجان بطلع كده، يعني كنت مقطعها شوية كده حلوين. طلعت كده اول طاسة ونزلت كده ايه بباقي الكمية يعني اللي انا كنت مقطعها. والبطاطس انا كنت طبعا قشرتها وقطعتها وغسلتها وحطيتها كده في مية وايه شوية ملح، وسبتها لحد ما استلجت. هي ما بتاخدش وقت خالص يعني. البطاطس اللي موجودة في السوق ما بتاخدش وقت في السوى نهائي يعني. في السلق بتكون سريعة، في الصينية برضو بتكون سريعة. بس بصراحة انا ما يعني البطاطس من ساعة ما بدأت ان انا اشتري بطاطس ما بقليهاش يعني، ما جربتش اقليها عشان اشوف يعني هتكون حلوة معايا ولا مش حلوة بصراحة يعني. بس فانا كده سلقت البطاطس وجبت كده طاسة وحطيت فيها مكعبين من الزبدة، وجبت كده البطاطس بتاعتي طلعتها من المية اللي فيها، صفيتها من المية ونزلت بيها كده على الزبدة. وقشرت كده 2 بيضة وحطيتهم كده هرستهم كده مع ايه مع البطاطس. نقلب كده البطاطس مع البيض مع الزبدة. وكمان هنضيف نظبط الملح بتاعها ونحط كمان رشة من الفلفل. أكلة جميلة وحياة ربنا ممكن يعني الأكلة دي تنفع لوحديها يعني، مش لازم خالص يكون جنبها أي حاجة، لأن هي أصلا هي بيكون طعمها حلو. خلاص كده عملت كده البطاطس، طبعا بقلب فيها كده شويه كده على النار عشان كده ايه البطاطس بتاعتي تشرب من الملح والفلفل والزبده وتختلط كويس بالبيض. ممكن كمان تعملها ببيض مش مسلوق، ممكن تعملها بيض ني عادي بنفس الطريقه كده بالظبط. وهنا كده بوريكم جريت بدنجان وقشرت كده كمان بيض كده وهرسته كده مع شويه من الزيت، حاجه بسيطه خالص من الزيت والملح والفلفل. وعملت كمان طبق بيض كده برضو للي حابب بيض مقلي كده لوحديه، اللي هو البيض المفتفت كده لوحديه. بس ده كان الفطار بتاعنا. طبعا بعد ما فطرنا وشربنا شاي والدنيا الحمد لله ظبطت الدنيا كده. دخلت كده على الأوضة بتاعة أدهم. شايفين المنظر؟ يعني منظرها لا يسر عدو ولا حبيب. اه والله. الأوضة بصراحة يعني يعني متحملة فوق. يعني مش قادرة اوصف في الأوضة دي يعني بصراحة متحملينها قد ايه. المهم بصراحة عشان الجو حر فاحنا على طول قاعدين فيها، لأن هي يعتبر أرحم أوضة في الشقة كلها. ودايما الشباك بتاعها بنسيبه مفتوح، الشباك بتاعها على البلكونة، فبنبقى قافلين الستارة وفاتحين الشباك. بس طبعا الأيام ديت الهوا جامد يعني، فعشان كده أنا لما الستارة خالص وسايب البلكونة كده مكشوفة منها للشارع يعني. بس فهنا كده قلت ايه دخلت عليها قلت لها ده هي بصراحة عايزة تتنضف تنظيفة محترمة. جبت كده شلت الملاية، قلت بما ان برضو ان انا هنضف هشيل ملاية عشان اغير الملاية احط ملاية نظيفة، وكمان هشيل الفرشة اللي في الارض وهكنس وهمسح، فايه تبقى الدنيا كلها نظيفة حتى الملاية. وطبعا هي كده كده الملاية اساسا في الصيف يعني اللي هي عايزة كل يوم والتاني تغيريها بصراحة. كمان لو انت مثلا مش ما عندكيش تكييف ومش متشغله تكييف يعني وكده، فبتبقى محتاجه لان المخده نفسها بتعرج وانت نايمه وكده، فلازم ان احنا نغير الملاية على طول عشان خاطر يعني الواحد لما يجي ينام على حاجه نظيفه وينام متتعبش وكده. المهم خلاص غيرت ملاية السرير ونفضت كده الدولاب والشباك بتاعي، ونفضت السرير بتاعي تنفيضة حلوة يعني. وبعد كده رحت ايه جبت ملاية نظيفة كده ورحت فرشتها.
وطبعا نفضت كده الجزامة وترابيزة الكمبيوتر نفضت كل حاجة. انا خليت الأوضة كده زي الفل، ما خليتش فيها اي حاجة خالص فيها تراب. بصوا هنا كده وانا بكنس وبظبط التليفون كده، حطاه على الستاند الصغير ولقيت التليفون هوب راحت وجع، وانا قلت التليفون راح حتت بصراحة. بس الحمد لله الحمد لله التليفون ما حصلوش حاجة يعني. بس المهم هنا كده وكملت كده كنس كده الأوضة بتاعتي وشوف شايفين التراب اللي طالع من الأوضة وحياة ربنا يعني. بس هي بصراحة الأوضة عشان مفتوحة، يعني الشباك مفتوح على طول، فطبيعي ان في تراب يدخل كده في المكان. بس بصراحة ما نقدرش ان احنا نقفل الشباك نهائي يعني، لان هي الأوضة دي اكتر أوضة يعتبر هي المنفذ كده للبيت كله. هي الشقة كلها بصراحة فيها شبابيك، يعني أوضة النوم فيها شباك، والمطبخ والحمام شبابيك والبلكونة برضو في باب وكده. بس هي أكتر أوضة حاسة ان هي تحسها ان هي وسطانية كده شوية، يعني لما بيكون في هوا وتفتح الشباك بيوزع الشقة كلها. بصراحة حلوة يعني، هي أوضة كده مريحة من الآخر يعني. المهم كده فأنا حتى برضو بعد ما نفضتها ونضفتها ومسحت وكده برضو ما حبيتش ان انا اقفل الشباك. خلاص كده يا بنات كنست الارض وظبطت الدنيا كده. وهنا طبعا كنت جبت جردل والشرشوبة وحطيت فيها شوية ديتول كده عشان يدوا ريحة حلوة للمكان. وبعد كده رحت مسحت الأرضية وخليتها زي الفل. شايفين الأوضة قبل وبعد يعني الحمد لله يا رب، ألف حمد وشكر إن الواحد بصوا أنا يعني المكان لما بيكون بصراحة مش نظيف مش هبقى مرتاحة. اه والله مش بكون مرتاحة يعني، بحس هو الشكل ده هو اللي بيكون مريح نفسيا. حتى لما تكوني قاعدة في المكان والدنيا حواليك نظيفة انت نفسك بتكوني مرتاحة. بس هنا كده طبعا بعد ما خلصت كده وطبعا شغلت المروحة بتاعتي عشان خاطر الارض تنشف. برضو من الحاجات اللي انا بحب اعملها ان امسح، وبعد ما امسح اسيب الارض تنشف خالص وبعدين افرشها. بصراحة بشوف ناس بتمسح وقبل الارض ما تنشف تروح فرشة مثلا السجاد، الحاجة اللي هتفرشها في الارض. فبحس ان لا ان ممكن يعني الفرشة بتاعتي تعمل ريحة مش حلوة. فانا بسيبها تنشف خالص وبعد كده بفرش. بقول يعني الدنيا مش هتطير يعني، ما جاتش من 5 دقايق ان انا استناهم او 10 دقايق يعني على حسب ما الارض ما تنشف. وهنا وانا كده بوريكم كده الاوضه بعد ما خلصتها بظبط كده الملايه بتاعتي بخليها. بحب ان انا لما افرش ملايه تكون شكلها كده مظبوط على السرير، يعني ما تكونش حته طالعه وحته نازله مش بحب الشكل ده. وهنا كنت مشغله السماعه بتاعتي طبعا على القران جنبي وانا شغاله. بس بوريكم كده الاوضه وكمان ترابيزه الكمبيوتر والشاشه وكله نفضته من التراب وخليته زي الفل. خلاص كده نطلع بقى من الاوضه بتاعتنا وندخل على المطبخ. طبعا خلصت الاوضه ودخلت على المطبخ ورحت حضرت. كان جه ميعاد ان انا اعمل الغدا، فرحت دخلت عملت الغدا. بس بصراحه ما حبيتش ان انا اصور معاكم الغدا لان عملت صينيه بطاطس بطاطس برضه في الغدا وشويه رز كده وشويه سلطه. فقلت انا صورتهم معاكم كتير كتير قوي في القناه يعني بتاعتي وكده، فما حبيتش ان انا اطول الفيديو كده على الفاضي يعني. بس بوريكم هنا. بس قلت اشارك حبايبي كده عملت غدا. بوريكم عملت كده رز حبة وحبة، وعملت صينية بطاطس بالفراخ، وكمان عملت كده طبقين سلطة. وده كان الغدا بتاعنا. برضو البطاطس او صينية البطاطس بصراحة من الحاجات السهلة والسريعة اللي ما بتاخدش معاك اي وقت خالص، يعني بستسهلها عن اي اكل تاني. لما يعني يكون يوم مثلا هنطبخ فيه بحس ان صينية البطاطس بتنجز بصراحة، ما بتاخدش معاك وقت نهائي، وكله بيكون اللي هو ني في ني. الفراخ برضو بحطها في صينية البطاطس، الفراخ بحطها نية زي ما هي، بس طبعا بكون غسلاها بليمون ومظبطاها ومخليها زي الفل. بس وهنا ده كده الغدا بتاعنا يا بنات. اتمنى منكم لو وصلتوا معايا لحد هنا تحطوا لي كده لايك حلو عشان